أهلا، كل عام وانتم بخير. أتمنى لكم عيد سعيد، عيد مليء بالتراطيع وكثير من الحلويات والكثير من العيديات. فلوس فلوس ماني حبيبي. سوينا أنا وأختي وفاء 4 أفكار للعيديات، فيلا نوريكم إيش سوينا. أول فكرة بسيطة أنيقة، فبنحتاج أول حاجة للتصميم. حأترك لكم التصميم بصندوق الوصف، تعبت عليه في أشكال مرة كثير، حملوها واطبعوها. أول شي حنقص التصميم، طيب، وبعدين حنجيب الغرا وحنلصق أطراف التصميم وحنطويه زي ما هو واضح. نفس الشي بالنسبة للجهة الثانية، كذا صار شكله. بعدين حنجيب القطعة الصغيرة ونفس الشي راح نحط غرا ونلصقها. أنا طبقتها زي ما هو واضح. الفيديو مرة يغني عن الكلام صراحة. وكذا حنكون خلصنا الفيونكة. حنحط غرا وحنلصقها على آخر جزء من التصميم. فوالا، خلصنا الشريطة. بعدين استعملت أكياس شفافة، حطيت حلاوة، ممكن تحطي فلوس، واستعملت مطاط عشان أخلي شكل الكيس مزموم زي كذا، ولصقت الشريطة اللي توي سويتها وخلصنا. الفكرة الثانية مرة شكلها شياكة، حبيت كثير. نحتاج فيها لورق، راح نغري الطرف زي كذا. هذه فكرة أختي، لما نخلي شكل الورق أسطواني أعتقد. وبعدين حنغري جهة واحدة بس. حنبدأ نحشيها حلويات، فلوس، اللي انتو تبغوا. حنلصق هذا الجزء بس مو نفس تلصيقة الجهة اللي قبل شوية. أتحدى لو فهمتوا، بس إن شاء الله فهمتوا. وأخيرا أختي حبت تزينه بشطرطون وخلى شكله مرة حلو. مرة سهلة، ما تدروا قديش راح تطلع بكمية مرة كثيرة بوقت قصير. ثالث فكرة مرة كيوت، أنا فكرتي أمزح. نحتاج لكاسات كب كيك وحلويات. أنا ما أنصحكم تحطوا حلويات، لأنه خلاص الناس تروح تزور الناس، تاكل حلويات، تفطر، تتغدى، تتعشى حلويات، فحطوا أي شي ثاني يعني ممكن إذا تبغوا. وكمان نحتاج لورق وخيط. الورق بتلاقوه في كل المكتبات بريالين، مرة رخيص. فأنا استعملت هنا مطاط عشان ألف في الفلوس. حاولت أطبق الورق، يعني شوية هو مو متعب بس يرفع الضغط شوية. فاستعملت شي ثقيل عشان يثبت، عشان أربط الخيط. وإذا في شي زايد ممكن تقصيه لو تبغي. وزينوها بطريقتكم، بالطريقة اللي انتو حابينها. وبس كذا حنكون خلصنا. سويت هنا أشكال مرة كثير لأنه واضح إني مرة ما انبسط. رابع فكرة هي للفلوس، أظرف العيديات أقدر أسميها. فراح نحتاج لهذا البترون، بتلاقوه بصندوق الوصف لو تبغوا. تقدروا تستعملوا الشفاف، ما يحتاج تطبعونه يعني. فطبعت تصاميم، اوكي، وبعدين بدأت أقص على نفس البترون، وطبقت على نفس الخطوط الموجودة على البترون. آخر شيء راح ألصقه بالغرا الأجزاء اللي طبقتها، الجزء اليمين والأسفل، الجزء الأسفل حألصقهم. وبس، شفتوا قديش سهل؟ كل شي سهل، كل حاجة سهلة، فتقدري تسوي. يب. وكذا صارت عندك أظرف العيديات جاهزة، وتقدري تسوين أشكال مرة كثير بسرعة. فبس هذا فيديو اليوم، أتمنى تكونوا انبسطتوا، وشكرا على المشاهدة. استنونا في فيديو ثاني، وأشوفكم على خير. مع السلامة. ايوه صح، لا تنسوا تسوي لي فولو على انستغرامي، وكمان اشتركوا بالقناة اذا ما اشتركتوا.
إذا في شي زايد ممكن تستهبل. صح؟ مرة وقتك وأنت